الحب والحياة، والنهاردة هنتكلم أكتر على يعني إيه سوشيال نتورك، وإزاي الست المطلقة دي اللي فجأة حياتها الاجتماعية اختلفت تماما، وهتبص حواليها وما تعرفش الناس اللي حواليها دول مين، إزاي تبتدي تخلق سوشيال نتورك أو شبكة اجتماعية داعمة تساعدها على المرحلة اللي هي فيها وعلى تخطيها لحد ما تقدر إن هي تكمل حياتها بالشكل اللي هي عايزاه. ومعانا عبير الأنصاري، مؤسسة نادي الثقة للمطلقين وسيدة المجتمع، وهتقول لنا نعمل ده ازاي يا بيرو. نعمل ده ازاي؟ انا هبتدي اتكلم عن التجربه بتاعتي بعد الطلاق لما جيت من انجلند، وكان الفكر اللي موجود عندي مختلف عن الفكر هنا بحكم ان انا هناك من انا عندي 16 سنه. فجيت طبعا مقبله على الحياه everything كويس ومش عارفه ايه، وحطيت ولادي في البريتش سكول وظبطت اموري وابتديت اشتغل وابتديت اظبط حاجتي وحياتي علشان اشتغل. ابتديت اتعرف على الناس، جايه انا عايزه طبعا سوشيال اكتيفيتيز كتيره، انا رياضيه وبحب الرقص. ابتديت اروح اخد كورسات رقص صلصه اكمل لان انا كنت باخده في انجلاند وحاجات كده، فعملت سوشيال نتورك. ابتديت اكتشف انه معظم صحابي كانوا زيي مطلقين، واكتشفت في الوقت ده ان معظم الناس بتبعد عني عشان انا مطلقه، حتى لدرجه ان ولادي في المدرسه ما كانوا بيستقبلوهم في الاول عادي، لما اروح معاهم يكتشفوا انه انا سنجل مام كانوا بيبعدوا عني. ابتدوا ما يعزموهمش على اعياد الميلاد عشان انا باجي لوحدي، ما عنديش البارتنر بتاعي اللي هم كلهم بيجيبوا البارتنرز بتوعهم معاهم اياميها. ابتديت لما اروح مثلا اخد الولاد للفوتبول بالنادي، علشان طبعا دايما بحاول الاقي للولاد اكتيفيتيز يشتركوا فيها ويتعرفوا على الناس عشان ما يحسوش نفسهم غرباء، علشان يبقى في عندهم تفاعل، ما ينغلقوش على روحهم. كمان كل الحاجات دي كانت في دماغي يعني. فالاقي الناس مثلا اول ما اخش النادي الستات يبدلوا مع جوازاتهم الكراسي بتاعهم في النادي ويقلبوا الكرسي لورا ويدوني ظهرهم، حاجات كتيره علشان هم يعني الرحاب كانت صغيره وكله بيعرف بعضه اياميها، بتكلم في 2004. فكلهم عارفين ان انا ست مطلقه وعايشه في فيلا لوحدي انا والعيال بتوعي. فكل ده ابتديت احس بنوع من مش عارفه ايه غربة. بالعربي بيقولوها، نوع من الاضطهاد. اوكي. نبذ. اوكي. اه ف... فابتديت بقى الصحبات ليا مثلا يجي يقولوا لي عبير دي اختي اتطلقت، حالتها النفسيه مش عارفه ايه، كان يو هيلب هير بليز، كان يو توك تو هير، انت ست واثقه من نفسك وما بتخافيش وماشيه في دنيتك يعني بليز هيلب هير توك تو هير. شويه بشويه كبرت المجموعات اللي احنا بنتكلم معاها واياميها كان عندي مطعم، فابتدوا كلهم يجوا صحباتي عندي، اصحابي بقى معانا كلنا مطلقين، تحسي ان كله بيلم بعضه. ده الجنريشن الاولانيه اللي كانت في السيستم. فابتديت افكر طب احنا ليه ما نعمل اللي كويس يساعد اللي مش كويس، اللي قادر انه يقف وده يساعد اللي نفسيته مش حلوه. ومن هنا جت الفكره بتاعت الجمعيه او النادي بعدين. وابتديت اعمل الميتينجز والجاذرينج عندي في المطعم، اعملها في الهول بتاعت المطعم، وابتدينا نتعرف كده، وابتدوا الجرايد والمجلات ايامها بقى ياخدوا فكره في ايه احنا بنعمل. كنا سوشيال نتوركينج عشان نساعد بعض، نلاقي شغل لبعض. اي حد في بوزيشن ممكن يلاقي شغل، اللي عنده مثلا فرصه يعرف حاجات تعمل تريننج فري،
يساعد يقول للناس عليها. انضم لينا بعدين لايف كوتشز مطلقين برضو. عرفت دول مين على فكرة؟ ما معرفش اعرفش. مين كان عندنا دكاترة نفسيين. كل واحد كان متطوع بحب من قلبه عشان يساعد الناس اللي زيه. هي اورجانيزيشن ما كانتش ربحيه خالص، عمرنا ما دفعنا اي حاجه ولا خليت اي حد يدفع اي حاجه. كنت انا شايله النادي بالمكتب بتاعه بكل حاجته لوحدي، عشان انا مؤمنه بفكره انا عايزه ادي حاجه للمجتمع اساعد فيها الناس اللي كانوا زيي، اللي ما كانوش يقدروا يواجهوا المجتمع زيي. فدي كانت الفكره الاساسيه. كنا بنطلع رحلات، بناخد ولادنا مع في الرحلات دي. عايزاهم، كنت الفكره منها انهم يحسوا ان هم مش لوحدهم، والحاجه دي مش غريبه، والناس كلها زي بعض. ايه المشكله؟ ايه المشكله ما يبقى بس بابا او بس ماما اللي معانا؟ مفيش اي مشكله عشان يتعلموا. برضو كان في ناحيه من النواحي كنت عايزه يشوفوا مثلا كاولاد ليا بويز مفيش في حياتهم راجل، ميل فيجر. فكنت عايزاهم يشوفوا، يعني عشان مش بس يبقى حياتهم ستات وصحباتي انا وطريقتي انا في التعامل ياخدوا مني حاجات غلط، لا انا عايزاهم برضو يشوفوا ميل فيجر يتعلموا منهم الحياة شغالة ازاي وكده. دي حاجات اللي كنا بنقدمها. كنا مثلا حد فينا يسافر ممكن يسيب ولاده مع حد تاني من صحباته او صحابه. يعني احيانا كان بيجي حد مطلق يجي يقعد مع ولادي في البيت، طبعا في شغاله في البيت بس يكون موجود علشان يتابع ان كل الامور تمام، بيروح المدرسه تمام، everything is fine. ده كانت الفكره الاساسيه. انا طبعا حكم شغلي انا ايمج كونسلتنت، بشتغل على الناس من بره، لكن بحكم ان انا اتخرجت هيومن ريسورس مانجمنت اساسي، فكمان دارسه حاجات في علم النفس، فكنت بستخدم ده مع ده. ف فالحاجات دي طبعا ساعدتني في ان انا اتعرف على ناس كثيره اقدر اساعدهم واقدر اقف جنبهم في كل الحاجات، في بالاكسبيرينسز بتاعتي في حياتي يعني. اتفضلوا اللي عايز يسالني حاجه. انا قابلت عبير بعد ما بديت اعمل لايف كوتشنج، بعد ما خدت الشهاده بتاعتي وبديت اتحرك في مجال اللايف كوتشنج. ما كانش في حد خالص في المنطقه دي، عشان انا كنت في المعادي. اتعرفت مش عارفه ازاي اتعرفت على انشي. على انجي سالم. yeah. وانجي انسانه جميله جدا جدا، كانت مطلقه برضه وكانت بايونير زي عبير في ان هي عامله مجله في المعادي كان مجله اسمها جاست ديفورست، لسه divorced. مطلقه. yeah. ماشي. وده طبعا الفكر ما كانش موجود وما كانش في اي حاجه بتتكلم على كده، وكانت المجله دي جواها ارتكلز، جواها statistics، وجواها حاجات كتيره جدا جدا. والحاجه اللي خلتني انا وانجي نتعرف على بعض، ما انا كتبت ارتكلز معاها في المجله بتاعتها. ولما اتقابلنا تلاقت الارواح، قلت لا لازم اعرفك على شخصيه ثالثه كمان جميله جدا، برضو استخدمت الديفورس زي ما احنا كنا بنقول في اني اخلق منه حاجه مش بس منفعتها تعم عليا انا لوحدي، لا تعم عليا وعلى الاخرين. ففعلا عملنا ميتنج احنا الثلاثه واتقابلنا، كان في كارفور تهيألي something اه like that. اه ارواحنا وقلوبنا تلاقت احنا الثلاثه، احنا 3 different people، يعني كل واحد فينا له دماغ وله شكل، to the extent ان احنا الثلاثه تم استضافتنا مره برضه on television. احنا الثلاثه فاكره. yeah. to talk about عملنا ايه من الديفورس، ازاي الديفورس حول حياتنا، وازاي استخدمنا التجربه دي انها تبقى حاجه ايجابيه بوزيتيف، مش بس ساعد بتيجي غيرنا. لنفسنا لا وبيتنا، لا احنا ولينا كمان. وطبعا عبير جميله. ولما دخلت معاها طبعا في السي سي دي، وعملنا كوتشنج للناس، وعملنا محاضرات، وعملنا حاجات كثيره جدا جدا. ما كانتش ما كانتش الفورمال اللي هو الست الدكتوره جايه، يعني لا، كانت في اطار ظريف discussions كلها اه ديسكشنز، وكانت حلوه جدا، وكانت مثريه جدا 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 لينا كلنا، للي بيسمع واللي بيتنتراكت وبيتناقش. وكمان انا عشان كنت برضو نفس القصه، ام لطفل ولد، الام بطبيعتها خوافه،
فعايزه تحمي، عايزه لا يا حبيبي ولا ما يحصلش وخلي بالك وكلام زي كده. لما خرجنا ورحنا السفريات بتاعتنا، اذا كانت سفريات في صحراء او سفريات في بحر او الحاجات دي انا ما لفينا مصر بعرفهاش. كلها طبعا. اه فده بالواحد بيبقى مطمن، لان احنا كلنا جروبس ناس محترمه، كلنا فاهمين المشاكل اللي احنا بنعاني منها، كلنا بنسبورت ايتش اذر. كنت لسه بقول لهم قبل ما نسجل، كان الرجاله المطلقين معانا كان عندهم بنات، واحنا الستات ايوه المطلقات عندهم ايوه بنات. عندنا ولاد. يس. فاللذيذ ان احنا خلال الايام دي اللي احنا كنا كلنا بنبات فيها في يعني بيبقى زي كامب كامبينج يعني وصحراء. وصحارى. يا ماشي، الرجاله بياخدوا بالهم من كل الولاد، الستات بياخدوا بالهم من كل البنات، وفي البنات. انتر اكشن رائع وجميل انساني، بعيد مم. عن كل الحاجات الغريبه اللي المجتمع بيفرضها علينا، من نظره غير سويه او من نظره دونيه للمراه، او من محاوله للاستغلال او فده كان ولذلك اولادنا احنا كمطلقين في الجيل ده في الجمعيه دي لما يقعدوا مع اولاد مطلقين تانيين مختلفين خالص خالص، الدماغ مختلفه خالص لان هم بسبب ده. شافوا ان ده شيء عادي، ده ما يقللش منهم في شيء، زيهم ناس تانية كتير. وحاولنا ان مم. احنا نشرح لهم ونفهمهم ان الطلاق مش عيب في حد ذاته، لا مش لازم بابا وحش ولا ماما وحشه، ما بنقولش الكلام ده خالص، بالعكس احنا بنحاول مم. نفهم ايه اللي حصل، بنحاول نفهم كل واحد غلط في ايه لنفسه الاول مش اي حد تاني، وازاي وهما مش نسبب. السبب. وطبعا كان المهم ده جدا، مهم. طبعا اه لان الاطفال دايما بيحسوا ان هم سبب. ان فدي هما السبب. دي كانت من الحاجات الرائعة اللي عبير عاملاها ولسه عاملاها لحد دلوقتي، طبعا باختلاف الوقت والزمن دلوقتي. جنريشن والرفض الجنريشن بتاعهم دلوقتي لينا. بس الجنريشنز بتختلف واحتياجاتها بتختلف، وعشان كده يا احنا برضو اجان بنقول لكل ست مطلقة، يعني احنا بنخاطب، يعني يمكن مش بنخاطب الصغيرين قوي، لان الصغيرين ساعات بيبقى عندهم الفكر بتاع انا عارفه انا عارفه انا عارفه انا عارفه ما حدش يقول لي. بالظبط. المشكله ان هم اللي اكتريه في المجتمع دلوقتي، هم نسبه الطلاق العاليه جدا اللي بتعدت ال 50% فيهم. طبعا وده لان مفيش وعي اه ومفيش فهم، لكن برضو ما بنقدرش نقول حاجه، البني ادم اغلب الوقت ما بيتعلمش الا لما يغلط او لما يلاقي الحياه مش مدياله اللي هو للاسف عايزه. الشديد. للاسف. فكل واحد هيجي له وقته. فاللي احنا مم. بنقوله ان لاي حد شايف ان هو ما عندوش السوشيال نتورك اللي تدعمه، سواء مم. عيلته ما عندهمش حد مطلقات او ما بيفكروش في الكلام ده، او ما عندوش حد من سنه، او ما يعرفش باصحابه كذا، او اصحابه فجأة تحولت عليهم زي ما عمل، زي ما عبير عانت منها، ان في جروب نقدر يعني موجود اوريدي، هنحط لكم اللينك بتاعته مع عبير، بحيث ان انتوا تعرفوا ان انت نفسك تبتدي تحسي انك عاديه طبيعيه عادي جدا جدا، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه تعيبك في اي حته وان دي يعني عادي زي ما حد اترفد من شغله او زي ما حد قدم استقالته من شغله. it doesn't mean anything, it means ان انت عندك احتياجات تانية واختيارات تانية وعندك افكار تانية وحصل عليكي تطور بشكل معين، محتاجة مم. تبذلي شوية جهد انك تعرفيه وما تخليهوش يأثر عليكي بشكل مم. سلبي. سلبي. مم. بس عايزين اللي تسألوا كنت عبير حاجة؟ طيب يعني من خلال التجربة بتاعتكم انتوا الاثنين، لو يعني حد بقى في نفس المكان ده دلوقتي، لانه حاسه فكره النبذ دي صعبه قوي. وكمان يعني مش حياتك كنت بتحكي انه مش بس عليكي، ده كمان كان على اولادك. يعني فانا حاسه ان دي صعبه جدا. فممكن تقولوا ايه اللي دلوقتي هم في نفس الموقف ده يتعاملوا ازاي مع ده؟ يعني يتعاملوا ازاي ده هم واولادهم كمان؟ يعني يقولوا لهم ايه، يخلوهم يعدوا الموقف ده ازاي، تصرفاتهم هي معاهم ايه اللي يساعدهم ان هم فكره النبذ دي ما يبقوا عايشين فيها او يشوفوها اولادهم يتعرضوا لها، او حتى الولاد يشوفوا ان مامتهم مثلا كانت فلانه صاحبتها بطلت تبقى صاحبتها يعني ان هي تعرضت لده، يعدوه ازاي، يتعاملوا هم معاه ازاي؟ جروبينج جروبينج اي ثينك ان هو لما يكون ليها سوسايتي اقرب ليهم في التفكير والحاله الاجتماعيه ده بيساعد. وهي لما تبتدي تتكلم مع الولاد ان هم لو حسوا بده، انه الشخص الاخر اللي بيعمل ده عليهم هو اللي غلط، وانه ممكن يحصل لاي حد، ممكن يحصل دلوقتي ممكن يحصل بعدين، ودي مش حاجه لا عيب ولا حرام، موجوده في القرآن
وبتحصل، والمهم ان احنا نتفهم انها موجوده. ونحن وموجودة للرحمة، ما هي ايوه موجودة لسبب، بالظبط موجودة لأن بالظبط البيوت اللي هتحرم ما حلله الله بالظبط وإنها هتفضل في الجوازة، الولاد بيطلعوا متعورين لأن هم طبعا. ايوه شافوا بس غم وهم الولاد ونكد، واخدة بالك؟ بيبقى عندهم ان الطريقه دي هي الصح، الطبيعية. ويفتكروا ان هو ده طبيعي، وبينفذوها في بيوتهم لما يتجوزوا تاني. ما ده الخوف. ايوه أو انا قصدي بقى الجفاء الولاد أو الكلام ده. في الموقف ده، يعني الولاد في الموقف ده بالذات، مثلا لو هم اصلا تينيجر او كده، انت عارفه بيبقى عندهم افكارهم شويه يعني بتبقى جامحه، مش هيقدروا قوي يفهموا ما انا اقول له اصل عادي وفي القران هيبدا يبقى فيه اسئله كتير وبليمنج كتير وحاجات كتير لايف كوتش، لايف كوتش هم يتعاملوا ازاي مع الولاد في كذا او حاجة. يقولوا ايه؟ لا، لازم لايف كوتش. طيب في كذا حاجة. أولا طبعا إحنا ما نعرفش إن إحنا الناس اللي بنكلمهم طلاق تم إمتى، خلاص؟ مهم. فالطلاق تم إمتى معناها الولاد ليهم أعمار مختلفة. صحيح. علشان اعمل اي خطوه في الحياه قويه ومعايا اولادي، من المهم جدا ان البني ادم يهيئ الاولاد للنقله اللي هو هيعملها دي. طبعا المهم الاول للاب والام ان هم يثقفوا نفسهم الاول، ان هم ينظفوا مشاكلهم من فكره الطلاق، يفهموا ان الطلاق ده شيء عادي ما فيهوش اي بس مش يعني. هتقدري تحكمي الطرف الثاني، هتحكمي هي نفسك دي ماشي المشكله، هي تنظفي، دي بس المشكله مش انه هيبقى ليكي الكل دعوه بالطرف ناضج. الثاني بيفكر ازاي. ما انا هنا عشان احنا بنكلم الناس كلها، الواعي عليه البرد، ما هو ربنا ما اداناش وعي. النعم كل نعمة وليها مم. ثمن. مم. نعمة الوعي والإدراك والتعلم والتفتح ليها ثمن، الثمن بتاعه إن البني آدم هيستخدمها، واخد مهم. بالك؟ فاللي يعرف غير اللي ما يعرفش، اللي مستعبط مش عايز يعرف ده موضوع تاني، لكن اللي يعرف غير لا، هي بتقول ان انت ممكن تحكمي نفسك كانسانه واعيه ومفكره، لكن اذا كان الشخص الاخر هو شخص بيحب رافض ان هو يكون غلط، او رافض انها غلط في حقه انه هي طلبت الطلاق، فهيبتدي انتقام. يعني انا زي الاكس بتاعي قعد يحاول يسمم افكار الولاد، ويقول لهم مامتكم عايزه تطلق علشان هي عندها علاقه بحد تاني، وهي عايزه تطلق عشان تتجوزه. الولاد ما قالوليش الكلام ده. امتى قالوه لي؟ لما بعد بكام سنه وانا سنجل، لا اتجوزت ولا ارتبطت بحد، مره فارس بيجي بيقول لي انا when I spoke to dad I told him you were wrong. لا انت غلطان، ماما ما اتجوزتش تاني، وماما ما كانتش في حد عشان كده طلب الطلاق. هي طلبت الطلاق علشان هي تفكيرها وتفكيرك ما كانوش يعني. متفقين. هو اللي جه قال لي ابني. I know. في حاجتين، احنا ما نقدرش نغير الطرف الاخر، ما نقدرش نغير طبعا. توقعاتنا منه، ما نقدرش نطلب منه حاجات على حسب العلاقه شكلها ايه. فعشان كده بقول لك الواعي هو اللي عليه القصه. بس انا قلتها لان انا ما اعرفش مين الواعي، ممكن الواعي يبقى الراجل، ممكن يبقى واعي الست، الله اعلم. فلما بنكون مقدمين على الطلاق، من وجهة نظري لو الطفل في سن الوعي، محتاجه اني ااهله، محتاجه ان انا اقول له لا احنا هنعمل كذا هنعمل كذا، دي نمره واحد. لما باجي ااهله محتاجه افهمه ان ليه ممكن يحصل كده، ببسط المعلومه ايوه للليفل بتاعه. اكيد على حسب بقى هو سنه قد ايه في الوقت ده، كبير صغير. فافهمه ان الناس بتتجوز ليه؟ ما هي الناس بتتجوز عشان الحياه تبقى اسهل، عشان الحياه تبقى اظرف، عشان الحياه تبقى اظرف في ويبقى فيها اتفاق وفي توافق وفي حب كله. ويبقى فيها added value. يعني المفروض ان حياتي وانا ماشيه لوحدي لما اتجوز تبقى احلى بشكل ما، طبعا من غير طبعا ما يبقى فيها dependency ولا اي حاجه. دي مهمه جدا، الادد فاليو. امال انا بعمل كده ليه؟ طبعا كل بالظبط. واحد والادد فاليو بتاعه. في حد الادد فاليو ايوه انا عايزه حد يصرف عليا، اوكي. في حد عايزه حد يوديني ويجيبني، او الواحد حر، مش قضيتنا. انما لا، partner added value to be transferred to translated to a partner of life for the rest of my life. ايديال، Everybody needs a part. طبعا ايديال يا عبير، بس ما ideal. نقدرش نقول ان كل الناس عندها الوعي ده، كل واحد طبعا. بيتحرك نتيجه الحاجه عنده. فكده ولا كده هي اتفاقيه على تعديل الحياه او على مشاركه الحياه بشكل ما. بيحصل مع الوقت ان المشاركه دي الاتفاقيه مش مظبوطه، او احنا مش ماتشنج مع بعضينا، فالمشاركه دي انتجت غم وهم وخناق
وحاجات. فاحنا بنشرح للبيبي او للطفل في سنه الحاجه اللي تتناسب معاه. ماما بتحبك وبابا بيحبك اكيد، اوكي، اكيد لكن طريقتهم مش عارفين يعيشوا مع بعض في مع سلام. بعض. فقرروا ان هم يعيشوا منفصل. separately. وعشان انت صغير هتعيش مع ماما زي الطبيعي خالص، لما تكبر في السن الفلاني ممكن تختار. ممكن تسافر لبابا. ولو بابا وحشك احنا والله هنظبط بحيث ان انت تشوفه، هنا هيبقى عندك بيت وهنا هيبقى عندك بيت، هنا هيبقى عندك اوضه، هنا هيبقى عندك اوضه. مش بقول له كده، في ناس تقول لك بقى انت عايزه تحببيهم في الطلاق. انا مش عايزه احببهم في الطلاق، بس عايزه اخفف الصدمه، ما تبقاش غبي يعني. ما انا مش لازم انكد على لا، العيال. لازم يفهموا ان هم مش سبب الطلاق، وان هم محبوبين وهم هيكونوا ويلكم في البيت ده وويلكم في البيت ده، ومفيش اي مشكله. احنا مشكلتنا يعني انا مشكلتي كانت ان بعد ما اتفقنا وقعدنا كلمنا العيال مع بعض وشرحنا كل ده، هو لف من ورايا وده بيحصل. وراح كلمني. بتحصل ده وبتحصل بيحصل. بتحصل وتحصل كتير. الفكره ايوه هنا ان الزوجه برضو الواعيه عليها انها، لان انت مش هتستفيدي حاجه لما تكرهي العيال في ابوهم ولا في امهم. ده بيخلق طبعا شخصيات غير طبعا unstable. الطفل بيبقى ستيبل لما يبقى مطمن مع ابوه وامه طبعا وعارف انه بيحبوه. طبعا. فازاي كل موقف يحصل اخده واعلم الطفل عنه حاجه حياتيه. ده فبرضه بيحصل في حياتنا. بس الكلام ده هيمشي لو هي متطلقه والولاد لغايه سن كام؟ طول الوقت طالما فاتحه حوار بينك وبينهم مش هيحصل لازم فيه دايما مشاكل. يبقى في حوار. واخده بالك؟ لازم. هيروحوا يعني. ما انا ابني كان حتى واحنا بنخرج مع السي تي دي احنا كلنا متفقين في قيم اساسيه، بس كل واحد له تصرفات مختلفه. فكان ممكن يا يروح ويبص ويجي يقول لي ماما مثلا أنا شفت كذا، انا مش عارف ايه كذا، طب ده ايه، طب ده ايه. طول ما انت عندك اوبن ديسكشن مع he اولادك. will come to you، هيجي لك ويتناقش معاكي. وده لغايه دلوقتي ده اجمل حاجه عرفنا نعملها مع ولادنا، الديسكشن ده دايما. وهم بيعتبرونا اصدقاء، مع انه في دلوقتي نظريه تانية بتقول مش المفروض تبقوا اصدقاء، المفروض يبقى في حدود للبارنت رولز. في حدود بس ديفينتلي، بس كل واحد حسب الحدود بتاعته وحسب اه قيمه اللي هو هيربي فيها. بس ديفينتلي زي ما انت بتقولي يا مم. عبير، ان يبقى في مم. الحوار ده دايما مفتوح. دائر. الطفل اه الصغير اللي هيبقى 3 سنين مش هيعرف الكلام ده، ما تقدريش لا تقولي له الكلام ده لسه. لا لا. فهتقولي له الحاجات البسيطه، ان مم. احنا قررنا ان احنا كل واحد هيقعد في حته مختلفه. انا بالنسبه لي انا عشت مع امي، ماي اكس كان عايش مع مامته، فابني كان شايف الحياه طبيعيه. هو عايش مع مم. مامته، مامته عايشه مع مامتها، مامته عايشه مع كل الناس عايشه مع مامتها عادي مع يعني. مامتهم، ايوه عادي. في بعض بس هي حته الناس معلش، كوتش، حته النبذ دي مش عارفه يعني، حاسه حته صعبه قوي على الاطفال او حتى على المراهقين مثلا. ما يعني انا لو بقول حتى لك مراهق كله حاساها صعبه، كله هتعديها يجي، معاه ازاي؟ ما كله يجي حسب انت بتقولي له ايه. فلو مهم. انا قلت له هما وحشين يبقى هو هيمشي ينبذ ناس تانية. انا لا عايزه طبعا. افهمه، عايزه اه افهمه ان هم مختلفين ايوه. في مهم. فكر ما في عقلهم هم مش خلاهم. فاهمين لانهم آه. ما عدوش في التجربه دي، فهم مش فاهمين. ولما بس مهم. حد بيعمل كده بيعمل كده كنوع من الحمايه لنفسه، هو متخيل ان في ضرر هيجي عليه، فالطريقه اللي فاهمها هي دي. كونه ما بالظبط. يعرفش ان في طرق تانية، كونه ما يعرفش ان ما عندوش ضرر، كونه ما يعرفش ان في ناس تانية ممكن تتأذي. دي حاجات مهم. احنا نبقى compassionate او نبقى kind او نبقى نتعاطف معاه، لان هو ما عندوش الوعي او العلم الكافي. واخد انا بالك؟ عديت المرحله دي بان انا كنت صاحبتهم، ما كانش في حاجه اسمها عيب ان انا ما اتكلمش فيها. اي سؤال فهمته، اي سؤال يخطر على بالهم كانوا بييجوا يقولوه لي. واحيانا بيكون السؤال ده لحد هم يعرفوه، صاحب او صاحبه من المدرسه، ويجي ابني فاتح السماعه يقول لي ان كده، ويسالني السؤال اللي هو اللي على اصحابه التليفون، بيسألوا. عايزين يعرفوا، لان هو عارف ان انا ما عنديش اي مانع اجاوب اي سؤال. فده كان بيريحني لاني I knew حاجات كتيره بتجري حواليهم من الاوبن ديسكشنز اللي كانوا والصراحه المتناهيه اللي بيني وبينهم، عشان ما يحصل لهمش حاجه في المدارس والكوميونتي لان كله معرض لكل حاجه. ومفيش عندي راجل يجي يقول لا او يعني فاهمه يعملوا له حساب، ده مش موجود. فانت بتتعلمي انك تبقي راجل وست في نفس الوقت.
ومش بالشده ومش بالطريقه اللي ساعات بعض الرجاله بيستخدموها، اللي هي فيها نوع من الغباوه الى حد ما، هي انا كده وانت اعمل كده. لا، ده ما بينفعش، بالذات لما في يبقى حزم صبيان. بس بعقل، في حزم حزم من غير غير عنف، ومن غير دلع زياده بقى، لان من غير المشكله دلع، ما هو حزم. ما هو انت بتعرفي ده تعمليه امتى وده تعمليه امتى، بحيث ان انت تاخدي في الاعتبار الكائن اللي انت بتتعاملي معاه، ده كيان بحد ذاته بدماغه ومشاعره. لكن المشكله الاساسيه بتكون لما الست تبقى حسنه على راسها بطحه من الطلاق، طبعا مشكله تبتدي كبيره. ولادها من يا عيني يا ابني، ما انا بويزد عملت كل حاجه علشان هو بقى يعني كانه هو معيوب عشان متطلعين. فلما ده بيبقى المنظور، بنعمل بقى بلاوي سودة تانية خالص خالص. التربية طبعا. بتبقى صايصة، بيبقى البالانس مش مظبط، بيبقى بنحاول نحط الأحكام بتاعتنا بطريقة أنا عايزة أبقى الراجل، فببقى متقمصة الشخصية، فبزعق أو بضرب أو بعمل أو بس. كل ده ما ينفعش، لأن الولد ده عشان كده قلنا حزم من غير عنف. حزم ما من غير عنف. كل ده بيطلع عليا انا بقى تاني بعد كده، فلازم ابقى فاهمه ان طبعا. لا، ما ينفعش الكلام ده. طبعا. والعطاء اللي بلا مقابل، اللي هو انت يا حبيبي اهم انا في داهيه، لا، الكلام ده كله بيطلع ناس كارثيه عندها احساس بالاستحقاق الغير مبرر. اوكي، بيطلع ناس والانانيه. بالظبط كده، عندها انانيه، حتى ما عندهاش كايندنس لاهاليها اللي تعبوا معاهم او صرفوا عليهم. ماشي. فده من التصرفات الوحشه جدا جدا، معايرتنا. انا عايزه اسال عبير حاجه، عايزه ارجعك تاني للنتوركينج. لما واحده تكون اصلا مثلا 15 20 سنه مع جوزها، بتربي العيال، ما بتخرجش كتير، ما عندهاش حياه، ويعني كده مقفوله يعني، ومشغوله بالبيت ده والحياه بتاعت الزوجيه دي وكده، وبعدين تتطلق، ازاي بقى تدخل وتعمل كوميونتي جديده؟ يعني هي ممكن يكون ما عندهاش اصحاب قوي، ما بتخرجش، يمكن بتروح شغل وترجع، بس الحياه مقفوله دي. فهي لما تبحث، شفتي كتير من دول اكيد. لما تبحث هتعرف انه في كوميونتي اسمها السي سي دي. دي ومش بس احنا دلوقتي، يعني زمان كنا احنا بس، دلوقتي في سنجل بيرنت كوميونيتيز كتيره قوي موجوده على الفيسبوك، ممكن تنضم ليهم، تخش تسمع بيقولوا ايه. في جروبات هتلاقيها مناسبه ليها، وفي جروبات هتلاقي الكلام اللي بيداير مش عاجبها، حسب الاغلبيه اللي موجودين في الجروب ده. هتنقي منه الحاجه اللي تحس انها هتستفيد منها وتنضم. ده واحد. اتنين، هي في الشغل اكيد من صحباتها هتلاقي حد مطلق او حد كده، فحلو انها تقرب منهم في الاول، تتعرف عليهم ويبقوا فريندز. واحده بتجيب الثانيه، الثانيه تجيب الثالثه، الثالثه تجيب الرابعه، هيبقوا كوميونتي صغيره، بيبتدوا يعملوا حاجات مع بعض، بيطلعوا فيها ويستفيدوا من التجارب اللي ممكن واحده مطلقه قبلك ب10 سنين، ممكن مطلقه قبلك ب3 سنين. دي عندها تجربه هتعلمها الاثنين دول، ودي عندها تجربه تعلمها لان انت جديده. لا يعني انت بتنصحي ان ما تدخلش في الكوميونتي العاديه، الناس الكابلز العادي، لازم تروح للديفورسيز؟ هم هيرفضوها. هتخش ازاي؟ مش هتقدر تدخل. هم هيرفضوها. لا، ولو دخلت فيها ده يعني ما هو انت مطلقه دلوقتي، حاسه ان انت اساسا منبوذه من اصحابك اللي بقالك 20 سنه بتتعاملي معاهم، هتخشي بقى على جروب فيها كابلز، كل واحده ست هتخبي جوزها تحت ده بطاوه. في ليا صديق ليا، يعني حد اتعرفت عليه، جاتني مره في النادي، انا قاعده وسط صحباتي، يعني حد قال لها مين انا، جت قالت لي انا عندي مشكله، انا بسمع انتوا بتسافروا وتروحوا وكده، بتقبلوا ارامل؟ قلت لها طبعا احنا الجمعيه بنقبل ارامل ومطلقين يعني. قالت اصل انا ليا صديقه صاحبه عمري 26 سنه او 27 سنه، صاحبتي اول ما توفى جوزي بعدت عني، وكنا بنسافر مع بعض دايما انا وجوزي وهي وجوزها، ولفينا العالم مع بعض. انا دلوقتي حاسه ان انا لونلي، صاحبتي الانتيم بتاعتي حتى she doesn't mix with me، يا دوب بتسأل عليا من وقت التاني بالتليفون. فدي كانت يعني بالنسبه لي انا ما كنتش حاطه يعني كان في عندنا ارامل نادرا، فما كانوش سيكتور انا كتير كنت يعني مهتمه بوجودهم، لغايه ما شفت الست دي وكلمتني، عرفت ان هم مشاكلهم نفس مشاكلنا بالظبط ايامي، نفسه. ف بيحصل
التوافق ده في الباك جراوند والاحداث اللي في حياتك بيخلي فيه كوميونتي حلوه وبيساعدوا بعض. فانا انصح انك تتعرفي، يعني الست تتعرف على كذا حد ظروفها زي ظروفهم، علشان تبتدي تطلع للدنيا وتستفيد من التجارب اللي قبليها. طيب ممكن اعلق هنا على حاجه بس، اتفضلي يا حبيبتي. انه في جزء انه هي، طب ما هو كده هي ممكن تتاخد في حته ان هي لما مثلا تروح لكله انه ديفورس وكده، فانا رايحه للمجتمع ده كله وكاني بقطف نفسي وبنعمل فاصل. هي هترجع تاني لما when she heals up. ثانية اول ما تحس انها تقدر انها تكوب ويبقى عندها شخصيه قويه، انها ما تحسش نفسها انقص من اي حد تاني، هتقدر تخش المجتمع. حتى اللي كانوا بينبذوا هيحترموا وجودها. لكن عشان لما تبقى هي مش واثقه بنفسها ولسه يعني ضعيفه، هم مش هيحترموا وجودها. طيب الناس، انا شايفه ان عايزة بس الناس أسأل الأول يا دعاء، بتقولي عايزة هتنفصل من إيه؟ مين هتنفصل عن إيه؟ المجتمع العام اصلا. المجتمع العام كابلز بقى والدنيا دي كلها عادي. أوكي ماشي. انا بس ليه وجهة نظر ممكن ساعات احنا بناخدها في عقلنا، انه ساعات هي اللي بتحس ان هي كأن بقى عليها علامة عشان هي مطلقة، في حين ان ممكن الناس تبعد مش عشان اسباب هي مطلقة، ممكن نقول ان هي اسباب جواها. اوكي، في الستات اللي هم بيفكروا في جوازاتهم ولا ده هتلف على جوزي والحاجات دي كلها، ولكن في جزء كمان ان المرحلة دي بتبقى مرحلة صعبة، ولو بصينا لها انه الناس اوقات كتير بتبعد عن الناس في الوقت الصعب، مش عشان بس مش عشان هي عارفين يعملوا مطلقة. إيه؟ عشان مش عارفين يتعاملوا معاها إزاي؟ اولا في ناس بتخاف من الالم فبتبعد، في ناس اه، ما بتبقاش عارفه تتصرف ازاي فبتبعد، في ناس بتبقى خايفه تتحمل المسؤوليه فبتبعد، في ناس وفي بتبقى ناس خايفه من خايفه انه الشكوى. يحصل لها نفس الحاجه فبتبعد كمان. بالظبط، وفي ناس على فكره لان هي برضو بتخاف من الشكوى، اللي هو لا ده هتقعد يعني مثلا كلمتها كذا مره فحست ان هي كل شويه تشتكي بقى ولا ايه فبتبعد. ففي ناس بتبعد لاسباب أزواج كتير قوي. علشان كده قلت اول حاجه تعملها تدور على حد ظروفه زيها. لما ممكن لما سبورت. بيبقوا فاهمين بعض، they gonna back up each other، هيساعدوا بعض، هو ده جزء هيحسوا مهم. ببعض. لما دي تشتكي من حاجه دي هتبقى فاهماها لان مرت بيها او بتمر بيها، او مش هيكون عندها نفس الزهق او كده، لا هي حاسه بيها اكتر، يعني بالظبط. حاسه ان دي مشكله مهمه. لكن ممكن حد ما مرش بالموضوع مش حاسس، يعني اوكي مش موجوع هيتعاطف. عشانها او كده، بس اللي هو يعني مش مدركه اهميه الموضوع. ممكن تبقى في ناس شايفه دي لسه عماله تشتكي، خلاص بقى امشي في الحياه وخلاص، هنقعد نشتكي مثلا كتير من نفس الحاجه. فممكن فعلا ما هو النقطه اللي حضرتك قلتيها بتاعت ان هي هتروح للمجتمع اللي شبهها لغايه ما تبقى قويه وواثقه من نفسها، فهترجع تقدر تروح في اي حته بقى، راحت في بالظبط. مجتمع عامل كده. يعني حسيت ان دي نقطه يعني مهمه، وفي ممكن في حد الحاجه، في كذا حاجه انتوا هنا بتقولوها. واحد، الدنيا ما هياش المجتمع ده والمجتمع ده، الدنيا اساسا مش مفصوله. الفكره ان انت بدل ما كنتيش شايفه غير المجتمع اللي انت فيه، حاسه فيه ان انت غير مفهومه ومنبوذه، احنا بنقول لك ان في حياه واسعه حواليكي. فانت لما هيبقى عندك مجتمع تاني، مش معناه تسيبي دول ترميهم وتروحي الناحيه التانيه، معناه طبعا انك تضيفي معناه لنفسك. انك بتوسعي مش بالظبط. ايوه بتنفصلي. ايوه. وبعدين أوكي. حتى لما دلوقتي طالما الفكر اتقبل اكتر وبقى في نوع من التفاهم اكتر في القصه دي، انت ممكن تلاقي 150 مجتمع كلهم بيتكلموا عن المطلقات او السنجل مامز وات ايفر حاجه. ممكن تكون مجتمع بالسن، مطلقات في سن كذا 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 بيشتغلوا، او مطلقات في سن كذا كذا ما بيشتغلوش، او يعني او امهات للاولاد او امهات لبنات. هتلاقي مجتمعات كثيره جدا دلوقتي. موضوع السوشيال نتورك ما بقاش بالصعوبه. لما هتبقي موجوده في كذا مجتمع، هيبقى عندك فرصك اعلى للسلكشن، للاختيار، للوعي وللاختيار. تعرفي ايه الصالح وايه اللي مش ما يناسبكيش، ما يناسبش قيمك، ما يناسبش الحياه اللي انت عايزه تعمليها. اتس ان اد اون. كله بيختلف من نظرتك لنفسك ومن مفهومك لنفسك. ده من الحاجات المهمه جدا. دعاء، انت كنت سالتي على حاجه برضو، كنت حاسه انها مهمه ان احنا نقولها، بس انا مش فاكره. انت فاكره ولا انا؟ فاكره انا كمان.
فاكره سالنا على ايه. بس انا ليا تعليق في الكلام اللي انتوا اتكلمتوه في حته لما ان الاب الواعي او الام الواعيه، الزوج والزوجه يعني، هي فعلا ما بيحصلش اي حاجه للاولاد او ما بيضروش غير نتيجه الغموض اللي ممكن يعمله الاب او الام، او نتيجه الكلام المتناور واللي هم مش فاهمين لان هم ما مروش بالتجربه دي، وطبعا النضج بيبقى مختلف. فبيبدا ان الطفل ساعات بيحس يا اما ضحيه يا اما عبء، يا اما فعلا بيحس ان هو قليل، ممكن يحس بقى مشاعر كتير قوي، مش عشان هم اتطلقوا، عشان محدش وضح اتعامل له معاه. هو ايه اللي بيحصل، او ان هو يحس ان هو مشتت بين ان انا هروح الجهه دي ولا الجهه دي، ان انا مش المفروض بس اختار ماما كده، ولا اختار بابا. احساسه بالامان فقد. ده بالظبط. اهم مشكله واحساس بتواجهنا، احساسه بالامان فقد، والحب سكند ديجري. هم اهم مشكلتين بيصادفونا، ولازم نشتغل عليهم دايما بالحاجات اللي احنا قلناها في الاول، في الاوبن ديسكشنز، في لازم الاثنين يدوا له الدعم النفسي، ان هم الاثنين بيحبوه، في احنا موجودين، احنا في ظهرك، احنا اللي هو بيحصل ان الاب والام بيتلهوا في الخناقه بتاعتهم او في مشاكلهم او في مشاعرهم، بيتخيلوا ان الاطفال مش واخده بالها، فبيتجاهلوا وجودهم. زي ما لا قدر الله لو حد حصل لهم حادثه وحد من الولاد جراله حاجه، بيهتموا بالطفل اللي جراله حاجه، واللي ما جرالوش حاجه بيهمل، لا بيفهم ايه اللي حصل ولا بيفهم ليه حصل تغير ولا بيفهم اي حاجه. فنفس الحكايه احنا لما الطلاق مش بيوجعنا احنا بس، الناس اللي حوالينا كمان طبعا هيتاثروا. سيبك من ماما وبابا دلوقتي عشان هتعامل معاهم بعدين لما احنا نشفى، اوكي، لان ممكن يشوفوا الحاجات دي على انها عيب فيهم، دي قصه تانية. لكن اهم ولادك، فازاي ان انت يبقى جزء بتتعاملي فيه مع نفسك وجزء تاني عينك على اولادك. وبرده اجين هرجع لنقطه ايمان اللي قالتها المره اللي فاتت، ان انت تتعاملي تطلبي مساعده. يعني ما حدش قال لك ان انت محتاجه تمشي الكلام ده كله لوحدك. طبعا يعني عندك كوتشز، عندك كل كوتشز في كل الحاجات، في جريف كوتشز نفسهم لوحدهم، في ديفورس كوتشنج، في ريليشن شيب كوتشنج، في مليون طريقه. اوكي. في نقطة انتوا برضو عايزة اقول عليها، قلتيها ياسمين، في فكرة ان هي الاب الواعي يعني او الام الواعية هتروح هيتكلم مع الاولاد او كده. الحاجة اللي انا عايزة اقولها ان هو يعني او تكملة الكلام ان كل حد يركز. يعني مثلا انه في ست بتلاقيها بتقول ما انا بقول للولاد بس هو بيجي هو مش فاهم حاجه، هو بيعك، هو بيجي قدامهم بيقول كذا، بيزعق، بيطلع منظري مش عارف ايه والكلام ده كله. هل هي دلوقتي هنا في ده مطلوب منها ان هي تتجاهل اللي هو بيعمله وتركز برضه هي مع الولاد في ان هي توصل المعلومه والمسج والكلام اللي هي محتاجه تتكلموا معاهم وخلاص، يعني تتجاهل اي حاجه هو بيقولها؟ ولا هتقعد مثلا تبرر التصرفات دي لاولادها؟ ما هي يعني لو هي ست كويسه فهي مش عايزه تقعد تعيب فيه مثلا، فممكن تقول ان هو يعني هل محتاجه ان هي تقعد تبرر اصل هو متعصب، اصل الموضوع مأثر عليه، اصل كذا؟ ولا ملهاش دعوه بتصرفاته اللي هو عمال يعملها قدام الولاد او الكلام اللي بيقوله لهم او اي حاجه، وتركز هي لوحدها في ان هي عايزه توصل لهم ايه، نفسيتهم تبقى ازاي؟ ولا محتاجه تعلق على ده؟ عبير، اولا لازم تشرح للبارتنر او الاكس بتاعها اهميه اللي هي بتعمله واللي هو لازم يساعدها فيه. حضرتك عارفه الرجاله كتير ايوه بس هو لما الكلام بس ده في رجاله هيعرفوا ان هو بيأذي ولاده، يمكن هو عشان يأذيها ما عندوش مانع، لكن يأذي ولاده هيبقى عنده مانع. ممكن تاخده بالظبط، ما انا قصدي مش احيانا بيستخدم اصلا الاطفال عشان الولاد للضغط وكذا الراجل تحاول الاول تحاول انها تجيب حد من اهله واهلها يقعد معاهم ويتفقوا قدام بعض هيعملوا ايه مع العيال قبل ما يقعدوا مع العيال، عشان في حد كبير يتابع الموضوع ده. انا شايفه انه ده ساعات ما بيبقاش حل، بالعكس بيبقى كارثه زياده. ليه؟ بس حاسه على ارض الواقع يعني في اللي بنقوله غالبا ما بيحصلش. النفسويات بتخش، محدش انا بالنسبه ليا ما عرفتش هو قال ايه عليا غير بعد سنتين ما سافرنا. ايوه، ما انا قصدي واللي مثلا ساعدني الموضوع ان احنا هو في انجلاند واحنا كنا في مصر، فده حط لكن في الحالات الطبيعيه
لازم يبقى في اتفاق. اذا ما حصلش اتفاق تجيب حد اكبر تفورس الاتفاق ده، علشان ده ما حصلش ده المفروض يعني تقعد تتكلم معاه. معلش هو بابا مش فاهم تعمل ايه بقى؟ في كذا حاجه. خلاص اجان نفس المبدا، الواعي هو اللي عليه اللود. العبير بتقول وما يزعلش، ما حدش يقول لك يا هو اشمعنى انا اللي واعي وانا اللي عليا اللود. لما هو لازم حد لا لازم تستيب في الشوز بتاع المسؤوليه ايه انا عادي. اخدت الخطوه وانا واعيه وانا هروح اعمل. هكمل الطرف الثاني بقى حبه بيبوظ اللي انا بعمله. حبه. فواحد، الحل اللي قالته عبير ممكن ينفع لناس، اللي ينفعه ياخده. مفيش حل يا جماعه حد ياخده يقول لك ضايق عليا، لا ما تاخديهوش، ما تاخديش الحل اللي مش نافع معاك. خلاص. ايه الحلول؟ واحد، انا لو انا في عينيا دماغي بتقول ولادي عايزه اربيهم على ايه، الموضوع مش انا، الموضوع مش بابا، الموضوع مش الجواب، انا شايفه عايزاهم ايه في المستقبل، ايه القيم اللي انا عايزه اربيهم عليها، واوزن اكوردنج للكلام. بابا بيقول عايزه ابن سليم علاقته معقوله. في خطأ تاني بيتعمل، ان انا احكي له عن بابا ده ابو زيد الهلالي، ده بابا ده بابا ده بابا، اجمل بزياده جدا، وده بيعمل كارثه فظيعه. لان طبعا انا مش محتاجه ازوق حد، لان ابني او بنتي هتفقد الثقه فيا اول ما تكتشف ان اللي انا بقوله هري كلام ما غلط. ينفعش. ايوه طبعا توصلي. هتفقد ثقه فيا انا مش فيه هو. Yes. هو هتتصدم أيوة. وهتتقهر وهيحصل بلاوي، بس هتفقد ثقه فيا. فلازم ابقى انا امينه. لكن لما ابقى امينه افرق ما بين اللي بيحصل وما بين اللي انا بسميه او المعنى اللي انا بديهوله. فمثلا بابا ما سالش، ما اقولوش اصله مش مهتم بيك، ما هو فرحان بمراته الجديده، لا ما اقولش كده. اكيد عنده حاجه، اكيد عنده عذر. حبيبي احنا ما نعرفش لحد ما هو يكلمنا ونساله. نساله. واخد بالك الحقيقه ايه؟ انا اعرف؟ انا ما اعرفش، انا بفتي. فازاي افهم الفرق ما بين البفتي واللي بقوله بحقيقه؟ وازاي اعلم ابني ان هو ما يروحش يفتي؟ والله مش عارف، لما نيجي بابا نساله، لما يكلمك اساله. ماشي، بابا عنده ظروف، طبيعي ان كل بني ادم عنده ظروف. في عندنا حديث بتقول التمس لاخيك 70 عذرا. انا عايزه اعلم ابني هي بتدخل بتلخبط الدنيا. ما انا بقول لك انا عايزه اعلم ابني ايه؟ عايزه اعلمه ان الناس مختلفه، ان توقعاتنا مختلفه، ان اللي هنلاقيه في الحياه مختلف. الطفل اللي هيكبر يبقى بني ادم كبير محتاج فلكسبيليتي، محتاج مرونه في الفكر، محتاج وعي، محتاج مساحه. لو قدر يشوف هيقدر يقبل الاخرين زي ما هم. واخد بالك؟ انا بحب بابا زي ما هو، بعبله بقى بيضرب انا لغايه دلوقتي بقول له استقبل باباك وكلام باباك، هو باباك دم واحد، اقبل اغلاطه واقبل حاجته، لانه كبروا دلوقتي بقوا فاهمين ايه الحاجات الغلط اللي اتعملت وبابا كان غلطان فين. وانا كمان ارتكبت خطأ شديد ان انا وافقت انهم يرجعوا، لانه ده كان اتفاقي معاه ان هم لما يعدوا سن معينه وهيخشوا الثانويه الاول ثانوي انه يروحوا على انجلند. وده يعني انا مش عايزه اعمم الفكره، لانه هو سايكو اللي كنت متجوزاه. انا لغايه دلوقتي كتير احيانا بحتاج دكتور نفسي لابني الكبير من اللي اتعمل فيه هناك. بس زي ما قلنا بقى يعني ما حدش يأنب نفسه، وانت ساعتها لما كنتيش هتعرفي خلاص ان هي انا حاجه غلط ان واتعملت. انا صدقت، لان انا شايفه الحاله قدامي دلوقتي وعارفه ايه اللي ارتكب، واعتذرت. يعني اعتذرت ان انا I didn't know. ايوه، ما انا قصدي بس خلاص انت وقتها كنت شايفه ان ده الصح، ان انت ست بتوفي بكلمتك، شايفه انه طب ما الولاد كمان يقعدوا مع باباهم وهم خلاص كبار يعني خلاص مش محتاجيني زي ما كانوا صغيرين. لكن اكتشفت طبعا ده غلط، يعني كان المفروض ان انا شايفه انه حاجات زي كده لما بيكون فيها مصير الاطفال مش هقعد اتفق مع بعض طبعا، يعني دي خلاص تجربه وفاتت. بس هي فكره ان احنا ما نتفقش على حاجه فيها الاطفال غير لما نسالهم، وخاصه لو في سن هيكونوا واعيين. يعني حتى لو هم بيتكلموا انا بشوف ان هم عندهم درجه من خلاص، يعني هو برضه هيقدر يختار حتى لو صغنن حاجه بسيطه. بس على الاقل اخيره، لانه هنا يعني على الاقل هو هيبقى فاكر ان هو في وقت من الاوقات هو اختار او قدر يختار. للاسف انا ما عملتش الخطوه دي، لان انا كنت موقعه على الورق
ان هو لما يكون في سن معين يرجع، لان مصلحته ان هو يرجع، لان هو انجليزي لازم يرجع يدرس اخر 3 سنين قبل ما يخش جامعه هناك. ايوه فانا اتصرفت according للمفهوم بتاعي انه what was the right move at that time، يعني الخطوه فعلا. الصح في يعني الوقت. بيتهيألي دي حاجه برضو لما حد يسمعنا كل حد هيتعلم حاجه. اه دي حاجه جميله، وكل واحد هيبقى له الخبرات بتاعته. اهم حاجه الحوار مع الاكس as much as possible بتفتح، الحوار مع whoever عنده وعي في العيله ممكن يساعد، الحوار مع اولادنا، الحوار مع ناس من بره لو احتاجناهم، whether اذا كان محامي او حد رجل دين او كوتش او معالج نفسي او حتى طبيب نفسي. يعني ما حدش يخجل من انه يعرف المشكله ايه، او يروح لحد يساعده يعرف المشكله ايه ويدور. لازم عشان نعرف نحلها لازم نعرف الكور بتاعها. شكرا ليكم. طبعا احنا ممكن نقعد نتكلم كده 10 سنين، لكن هنحاول نقفل هنا ونشوفكم المره الجايه. شكرا ليكم. تحياتنا لكل الناس اللي قعدوا معانا وشاركوا: ميرات السكري، دعاء كمال، وايمان سامي، وطبعا الجميله عبير الانصاري، ومعاكم ياسمين ابو الحسن.